تقصير وزارة التربية في إعداد هذه العودة المدرسية في إبانها، والنظر للمدرسين كمربين وكموظفين لهم حقوق وكمواطنين لهم حقوق، وليس كرعاية لدى وزارة التربية أو وزير التربية. العودة المدرسية اللي ما تحدثش عليها السيد وزير التربية، واللي كان يفترض أو ينتظر منه الرأي العام أنه يتحدث عنه، ما هي سماتها والتي حاول من خلالها وزير التربية إخفاء كل هذه السمات؟ وهك علاش كانوا المدرسين أو قدموا المدرسون كضحايا لهذه العودة المدرسية أو كأسباب لما آلت إليه العودة المدرسية. العودة المدرسية يا سيدي لم تكن إلا كسابقاتها، وعندما قلنا في السنة الفارطة أن هذه العودة المدرسية كانت الأسوأ في تاريخ تونس، العودة المدرسية الحالية تواصل نفس النهج ولم تخرج عن نفس النهج، لأن عدد المدرسين اللي كانوا ناقصين واللي لم يتم تسديد شغوراتهم إلا بعد شهر هو نفس العدد تقريبا اللي كان في السنة الفارطة. بل ما زادت فينا بلة أن هذه السنة نعود ولدينا رقم يرتقي إلى المستوى الجريمة الإنسانية في حق أبنائنا، ولا يتكلم عنه لا رئيس الحكومة ولا السيد وزير التربية، وهو أن هذه السنة نستقبلها ب108,000 تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة، أكثر من 60 أو 70% منهم سنهم دون 16 سنة، وهي جريمة أخلاقية وقانونية في حق السيد وزير التربية، وفي حق السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وفي حق السيد وزير الصحة، وفي حق رئيس الحكومة، ولم يتكلم أحد عن هذه الجريمة. نبدأ هذه السنة الدراسية بآفات وأمراض ما عمرنا سمعنا بها في مؤسساتنا التربوية، ما عمرنا سمعنا بعودة مدرسية مدارسنا فيها آفة الجرب والقصرين مثالا، وباجة مثالا، وبنزرت مثالا، يعني ما هياش مركز على جهة معينة. وعندما نسمع في الإعلام تصريحات مسؤولين داخل وزارة التربية يقولوا أن مسألة عادية، كانوا 3 اكتشفنا 3 فعالجناهم، وللأسف بعد أسبوع اكتشفنا 40 حالة، وكأن 40 حالة جرب في مؤسساتنا التربوية هي مسألة يعني هينة ويتعاطى معها كيف. هذه الخطورة وين؟ وهذه هي الإخلالات اللي يلزم يتحدث عليها وزير التربية ويقول نتحمل مسؤوليتنا أننا حرمنا أبنائنا في هذه المؤسسة التربوية لمدة أسبوع من الدراسة. هذه المؤسسات التي كان يفترض أن يتم صيانتها وأن يتم تفقدها من اللجان الصحية للصحة المدرسية، وأن تكون محور جلسات لرئاسة الحكومة ومجلس الوزراء قبل العودة المدرسية والاطمئنان على صحة أبنائنا، هذا لم يحدث. ولعلمكم زاد لم يحدث أن عقد مجلس وزاري واحد منذ 14 جانفي طرح ملف التربية على طاولة البحث لحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي. أيضا نستقبل عودة مدرسية يعني بنية تحتية مهترئة وصلت حد سقوط الأسقف على رأس أبنائنا، ونتحدث أنه صرفنا في الصيانة وعملنا في الصيانة وحلينا شوانك وعملنا كل شيء. أنا نحب نقول لكم إذا أنكم تخرجوا، هذه مسؤوليتكم التاريخية كعالميين، تخرجوا من هنا. ما باش نبعثوكم للقصرين، وما باش نقول لكم بروا سيدي رابح بعيد عليكم، وما باش نقول لكم بروا الأقصى للجنوب، برا مشوا لذهيبة ولا برا مشوا إلى للفوار. امشوا لتونس العاصمة، امشوا لتونس العاصمة، ستجدون أن هناك يعني شغورات وإلى حد الآن لم يتم تسديدها، باش تلقاو بنية تحتية مهترئة، باش تلقاو وضع يعني رديء جدا في كثير من المؤسسات. وما تختاروش المؤسسات الموجودة في الأحياء الشعبية، بروا حتى المؤسسات التي تسمى بالمؤسسات
ذات يعني اللي عندها امتيازات ولا موجوده في الاحياء الراقيه. حتى المعاهد النموذجيه لم تسلم من هذه المظاهر. وهو بعداكم المعهد النموذجي تنجموا تتعدوا بعدين. ملف الفساد الذي تحدث عنه السيد وزير التربية والذي أطلب في الحديث ونصب نفسه يعني المدافع الأوحد على ملف الفساد. لعلمكم احنا في كل وزير جديد يجي، كل وزير جديد يجي كنا نعقد جلسة ما نسميها بجلسة التعارف مع وزير التربية، ولكن هذه الجلسة هي في الأساس تتحول إلى جلسة عمل تطرح فيها كل الملفات. مشينا للبكوش وقلنا له راهو هذه الوزارة اللي أكبر وزارة تشغل وأكبر وزارة يعني فيها الصفقات العمومية والمشتريات وفيها نقل وفيها تعيينات إلى غير ذلك، راهي ينخرها الفساد في كل جوانبها. قلنا له راهو هالمؤسسات التربوية التي بنيت في كل منطقة من تونس راهي أغلبها صفقات مشبوهة وتعطات لمقاولين كانوا مقربين من العائلة المالكة إن ما كانوش العائلة المالكة بيدها. وراهي مؤسسات تربوية بنيت في مناطق ما كان يجب أن تبنى فيها مؤسسة تربوية دون مراعاة محيطها، دون مراعاة البنية التحتية، حتى وصل الحد بالاستهتار إلى بناء مؤسسات تربوية في مجاري أودية في السنة الفارطة كادت تحدث كارثة إنسانية بكل المقاييس لولا حراس الغابات اللي نبهوا التلامذة والمدرسين في سيدي عويدات بأن هناك فيضان للوادي أتى على جسر المدرسة ووصل الماء إلى حد 1.5 متر داخل القاعات. قلنا نفتحوا الملفات بتاع الفساد في التجهيز ولكم كل الوثائق. راهو من العيب انكم تقولوا لنا جيبوا لنا الوثائق. راهو وزاره فيها كل الوثائق، هي التي عقدت الصفقات ولديها كل الارشيف وتطلب منا ان نقدم لها الوثائق. نحن نقدم معطيات، نقدم ملفات، نقدم حقائق على الارض ونطالبكم بالتحقيق فيها. كان ظهرنا غلطين قولوا لنا يا سيدي راكم غلطين، راهو ما ثماش فساد وفتحنا وما لقيناش فساد. قلنا راهو وزارة التربية ينخرها الفساد في التعيينات، في تعيينات المدرسين، في انتداب المدرسين، في نقل المدرسين بدون وجه حق. افتحوا ملفات هذه. يقال يعني نفس الإجابة التي كنا نتلقاها بأنه اللي يشد لي سارق يجيبه لي. وهذا هو كلهم إجاباتهم، اللي يشد الفساد يجيبه لي، اللي عنده ما يثبت الفساد يجيبه لي. لا يا سيدي، الفساد موجود في برواتكم، ملفات الفساد موجودة في أرشيفكم وتحت تصرفكم، ولكن ليس لديكم قرار سياسي بفتح هذه الملفات، وممنوعون من فتح هذه الملفات، ولا تقدروا على فتح هذه الملفات. لكن الفساد حتى كان ما حليتوشه في السابق، على الأقل فوق، على الأقل نحوه توا. نحن الآن نتعامل مع وزارة كل شيء فيه لجان، كل شيء عاملين فيه لجان، النقل لجان، المعوضين لجان، الانتدابات لجان، البرامج، ثم بعد نحكيو على البرامج وعلى المناهج وعلى غير ذلك، لجان 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 لجان، وهي لجان سرية لا نعلم عنها شيء، لا نعرف أفرادها ولا للطرف الاجتماعي أي دور فيها، ولا للجان الإدارية المتناصفة قانونا والتي يجب أن تكون صلب هذه اللجان أي دور فيها. ومع ذلك نتحدث عن الشفافية ونتحدث عن النزاهة. نحن نشكك في كل نتائج هذه اللجان، لجان الانتداب، وطالبنا بالمكتوب سيد وزير التربية ولم يجبنا. طالبنا بأن تسلم إلينا قوائم المنتدبين بالسكور متاعهم، طالبنا أن تقدم لنا قائمة المعوضين بالسكور متاعهم، طالبنا أن تشارك اللجان الإدارية المتناصفة في فرز ملفات المعينين الجدد وفي التثبت في ملفات المتمتعين بالعفو التشريعي العام، ولم يتم تمكيننا من ذلك. هك علاش راهي الشفافية ليست كلمة تقال وليس ديكور يتم عملانه
بما يسمى اللجان اللي يحب على الشفافية والوضوح. هناك شركاء يجب أن يكونوا موجودين قانونا، هم موجودون، والشراكة الاجتماعية هي الأساس الوحيد لعمل شفاف ولا تجوبه شائبة. المناظرات التي يقال عنها أنها شفافة لم تخلو من المحسوبية، لم تخلو من المحسوبية والعلاقات العائلية والعشائرية. مناظرة انتداب متفقدين الإداريين والماليين صدرت عمناول سرا، ولم يتم تشريك أي طرف في التثبت في هذه النتائج. خذوا 10، 4 كانوا من مثلين، وواحد منهم هو آخر رئيس الحكومة أو تخو لا تتوفر فيه حتى الشروط القانونية، ما تتوفرش فيه حتى الشروط القانونية. عن أي شفافية السيد الوزير تتحدث؟ مناظرة انتداب مرشدي التوجيه، مستشاري الإعلام في التوجيه المدرسي والجامعي، صدرت مؤخرا. شكون ناجح فيها؟ أخ السيد رئيس الديوان. أطلب من خلالكم وبالتحدي أن يتم امتحان من ترشح إلى هذا المنصب في مادة الفرنسية التي هي مادة أساسية في هذا الامتحان، وستكتشفون إلى أي مدى وصلنا في المعاملات وفي العلاقات العائلية والعشائرية. نحن لا نتجنى على وزارة التربية، فقط كنا نريد أن نكون شركاء. ملف العفو والتشريع العام هذا بوات نوار، الصندوق الأسود اللي ما يطلع عليه حتى حد. ايش يصير في العفو والتشريع العام؟ الحكومة ترسل أسماء والوزارات مطالبة بتعيينه. طالبنا مرارا بأن يتم إعطانا كل الوثائق الخاصة بالعفو والتشريع العام، وأن يتم فتح بحث وفتح تحقيق في كل وثائق العفو والتشريع العام التي سلمت من وزارة العدل في مرحلة ما كان وزير العدل في الحكومة السابقة اسمه نور الدين البحيري. فماذا يعني؟ عن أي عفو تشريعي عام نتحدث؟ وخريج 2010 و2011 يخدم والمعطل عن العمل لعشرات السنين يحرم من هذا. وبين قوسين احنا كان لنا موقف واضح من العفو التشريعي العام، قلنا أن قانون العفو التشريعي العام هو عملية سطو مقنعة ومقننة للوظائف من طرف الحزب الحاكم، وقلنا أنه تونس بكلها دفعت الضريبة، وتفضلوا مرحبا نحلوا ديسكور حول من دفع الضريبة. مثالش كانت تحبوها يعني كامتياز وكمقابل نحلوا الملف. وخلينا نشوفوا أي الصراعات من الستينات إلى يوم الناس هذا، أي الصراعات اللي قادتها قوى سياسية بمختلف أطيافها، قومية كانت، ماركسية كانت، إسلامية كانت مبنية على دفاع على قضايا وطنية حقيقية وعلى حق الشغل وعلى الحرية وعلى الكرامة. وتفضلوا كل واحد يخلص على السي في نتاعو. ومع ذلك قلنا راهو العفو التشريعي العام نحن فوق روسنا العفو التشريعي العام، ونريد لحكومة الثورة أن تعيد الاعتبار للجميع ولكل من نالهم الظلم والحيف، ولكن على قاعدة لا تغيب إحدى أهم شعارات الثورة، وهي أن التشغيل استحقاق. تظلمنا الكل في الثورة، دخلوا الحبس ولا ما دخلوش. هك علاش؟
قلنا راهو قضية العفو التشريعي العام التعاطي معها بهذا الشكل الانتقائي هي عملية سطو مقننة ومقنعة على الوظائف. وتحت هذا الشعار يمنح المتمتع بالعفو التشريعي العام المكان الذي يريد والمعهد الذي يريد والمعتمدية التي يريدها. هاك علاش الأخ العجمي الوريمي يتم إرجاعه في العفو التشريعي العام، ما درس حتى نهار، يتم تعيينه في بن عروس، ويتم تعيينه في مركز عمل ناضلت وجاهدت من أجله مدرسون ومدرسات باش يقربوا العيالات دون أي وجه حق، دون أي وجه حق. ونتحدث على الشفافية، ونتحدث عن العدالة، ونتحدث على أننا حماة الشفافية والوضوح والعدالة. نحن لسنا ضد تعيين العجمي الوريمي، رغم أننا ضد العفو التشريعي العام، يتعين ما عندناش حتى مشكلة، ولكن يعامل على قدم المساواة كيف وكيف زملائه. ثم ناس عندها 20 سنة تبحث عن النقلة إلى هذه المراكز لتمنح إلى غيرهم دون أي وجه حق. ما عندهم حتى ذنب، لا سادة اللي تشردوا لسنوات حتى تأخذ منهم مواقع عمل هم أحق من غيرهم بها. ماذا نريد نحن كنقابة حتى لا أطيل عليكم؟ احنا كنا ننتظر من السيد وزير التربية أن يقول أنه اليوم ثم إخلال حقيقي، اليوم ثم منظومة تربوية تنهار، اليوم ثم منظومة تربوية السيد وزير التربية تغاضى فيها على كثير من الممارسات، على كثير من الممارسات، ودماء تلامذتنا اللي مشاوا لسوريا في رقاب وزارة التربية، في رقاب وزارة التربية، لأنه في السنة الفارطة لم يخلو أي معهد من خيمات دعوية، ولم نتوقف عن الصياح وعن منادات وزارة التربية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات ضد هذا المظهر من المظاهر الذي يهدد أبنائنا، حتى نجد أحد قادة الجهاد في سوريا واحد من العفو التشريعي العام عينوه قيم، فسافر للجهاد في سوريا، وهو الآن يؤدي واجبه الديني في سوريا. هو الآن مدرس تعليم ثانوي، مدرس تعليم ثانوي، ونتحدث على أننا نقاوم الفساد في وزارة التربية. لا هو عمناوي القيم هذه السنة وهو في سوريا منقطع عن العمل منذ أشهر بدون موجب حق، ينجح في مناظرة جديدة ويعين مدرس. هذه عينات، ما هيش كل الإخلالات، ما هيش كل الإخلالات. احنا اعطيناكم المعطيات، احنا اعطيناكم الاستاذ هذا الموظف الذي عين قيما في احد المعاهد في السنه الفارطه سافر للجهاد في سوريا. لا علينا في المعهد، لا علينا، احنا اعطيناكم معطيات، ما يسالش اعطيناكم. هو يعين قيم في العفو التشريعي العام، ما يسالش، فهمت انت؟ احنا اعطيناكم المعطى واعطيناكم المعلومه. هذا السيد لا في المناطق الداخلية، في أحد المناطق الداخلية، في أحد راهو شوف يهديك، ثم مناطق يهديكم، رانا نعانيو من حساسية هذا الموضوع، ثم مناطق لم يخلو فيها بيت من مفقود ومبحوث عنه تم التغرير به وإرساله إلى سوريا. فأرجوكم أن نتعاطى مع هذا الموضوع تعاطي، يعني احنا اعطينا المعطيات واعطينا المعلومات ما يكفي لإدانة هذا السلوك وإدانة هذا العمل. احنا في النقابة